اوعى تسيب شغلك وتعتمد على البورصة كحاجة أساسية بدل شغلك، وهقول لك ليه. رقم واحد، البورصة حاجة كويسة جدا، وأنا بقالي 21 سنة في البورصة من سنة 2005، لكن البورصة مش بتطلع عائد ثابت، البورصة متغيرة على عكس شغلك اللي ممكن يكون بيطلع لك حاجة تانية مستقرة. بس مش دي المشكلة الرئيسية، في مشكلة أكبر بكتير جدا من إن أنت تعمل حركة زي دي. قبل بس ما أكمل بفكرك سريعا إن في جروب تعليمي مجاني في الصفحة الرئيسية في القناة، جواه معلومات تعليمية حصرية عن البورصة المصرية والبورصة الأمريكية، بالإضافة إلى لست للأسهم القوية ماليا طبقا لوجهة نظري الشخصية، وهذه ليست دعوة للشراء، وهذه ليست نصيحة مالية. أنا محمد فاروق بقالي 21 سنة في المجال ده. المشكلة الأكبر زي ما بيسموها الأجانب هي الديسبريشن، إنك تبقى مضغوط نفسيا وعايز تعمل حاجة معينة في وقت معين لأن أنت أصلا ما عندكش مصدر دخل. ساعتها في الغالب مش هتعرف تتحكم في مشاعرك، هتاخد قرارات غلط كتير، الناس اللي حواليك ممكن تأثر عليك، بوستات السوشيال ميديا هتأثر عليك، ممكن تلاقي نفسك بتعمل غلطات كتيرة جدا تؤدي في الآخر إلى إنك تخسر من رأس مالك بدل ما أنت كنت داخل أصلا بتحاول تعمل العكس. البورصة مكان ممتاز ونفعني في حياتي كتير قوي، لكن طول عمره بالنسبة لي حاجة جانبية إضافية. ولو عايز تتعلم تحليل الأسهم والأسواق المالية بطريقة محترفة، هتلاقي نقطة البداية في التعليم في الجروب التعليمي المجاني اللي في الصفحة الرئيسية في القناة.